تخيل انك عملت حاجة كويسة جدا النهاردة، اتمرنت، ذاكرت، ساعدت حد، اكلت اكل صحي، اشتغلت بضمير وحققت التارجت. بعدها ممكن تلاقي صوت جواك كده بيقولك انا استاهل ابوظ الدنيا النهاردة بقى. الظاهرة دي بيسميها العلماء الترخيص الاخلاقي. في الدراسة دي الباحثين خلوا مجموعة من الناس تشتري منتجات صديقة للبيئة، يعملوا خير يعني، وخلوا مجموعة تانية تشتري اي منتجات عادية وخلاص، وبعدها حطوهم في مواقف فيها فرصة للغش او التصرف بأنانية، فلاقوا ان الناس اللي عملوا خير كانوا اكثر استعدادا يقعوا في الغلط. فايه تفسيره الكلام ده؟ التصرف الاخلاقي او الشعور انك شخص كويس ممكن في بعض الحالات يديك رخصة لا واعية تتصرف بعدها بشكل اقل انضباطا، لان المخ احيانا بيتعامل مع الاخلاق كانها رصيد بنكي. انا عملت حاجة صح النهاردة يبقى رصيدي عالي ومن حق ارتاح، فتلاقي نفسك بعد الجيم بتبوظ في الاكل، او واحد بيصلي ويصوم ويروح ياكل مال اليتيم عادي. الحل هو انك تفصل بين الافعال، كل فعل بيتحسب لوحده ما هوش رصيد للي بعده. أجل القرار الوحش 24 ساعة عشان تكسر الإحساس بالاستحقاقية، واسأل نفسك لو شخص تاني هو اللي عمل السلوك ده هل هشوفه سلوك أخلاقي؟ وحاسب نفسك على السلوك مش على النية. لو سلوكك سيء تبقى إيه؟ وحط في بالك دايما إن الخير يؤدي إلى الخير مش العكس. هل تعرف حد بيقنع نفسه إنه إنسان كويس وبيدي نفسه رخصة أخلاقية للغلط؟